السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين، بشرونا عنكم وعن أوضاعكم. ربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. الله يجعلكم بخير وعافية. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم عندي لكم قصة مجدل ابن ربيع آل مسعود القحطاني، صاحب البيت الشهير اللي يقول فيه: حدوني على ركب الغمارة وأنا أبغي فوق بمقدم الصندوق ولا على السلة. مجدل بن ربيع كان يعيش في الكويت قبل حوالي 70-80 سنة، ووصل به العمر للشياب، شيب وبدأ الشيب يظهر فيه والرجال ما بعد تزوج. الله، بدأ الشيب يظهر فيه والرجال ما بعد تزوج. فكان طمعا عند واحد من ربعهم في الكويت، ودرى ان الرجال ذا اللي هو ناوي عنده، درى ان بنته الكبيرة تطلقت ورجعت في البيت، والصغيرة الوسطى مثل. ومجدل بن ربيع قلبه منفتق على الصغيرة، يبي الصغيرة. فقال: ايش اسوي؟ انت كلمت مع ابوها، فبربط نفسي بالكلام، ويمكن ان ابوها يفولني الكبيرة المطلقة، وانا ما ابغى المطلقة، هو يبي لي صغير، عادها صغيرة بكر، هذا زواجها الاول. المهم منه فكر، قلبها يمين ويسار، قال: أبشهد أمها بطريقة دبلوماسية قبل أني أتكلم مع أبوها. راح لأمها وقام يلمح لها منا وين جاكم خطاب من بتزوجونه. قالت أمها: والله ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، إن جانا خطابا فالله يحييه والكبيرة الأولى، ثم بعدها الوسطى، ثم بعد الوسطى الصغيرة. اغتث مجدل بن ربيع، وحاول يمين ولا شمال، بغى عدل بدل، مرة ما بيزوجون الصغيرة لين يتزوجون الثنتين الكبار. الله، فظهر من عند أم البنات، ظهر وخاطره شيء، قال قصيدته اللي قال فيها: أنا هاضني لين أودع القلب فيه فتوق خلوج ولدها عقب فرقاه مختله، بعد هاضني لعب الحمامة على الغرنوق على كل غصن تطرق الصوت وتشله، أنا اللي شفت طير يكسر الحوم قمت أتوق أباري لطير الجو وأسير في ظله، أنا لازم أرسل كتاب مع ماثوق مع الطرش بن حمود يوصله عبد الله، في أزوع قلبي زوع طير طليق سبوق شهر في خضير الجو يكفخ ورا ظله، حدوني على ركب الغمارة وأنا أبغي فوق بمقدم الصندوق ولا على السلة، معي دفتر الرخصة وأنا ما عرفت أسوق، ولا جيت بشري موتر ما ورد كله، ولا صبوا الفنجال الأول ما بي له ذوق، أبي ثاني الفنجال من صافي الدلة، أقلط على الضيفة وأنا شفي المفهوق، أبي شفي اللي راعي البيت يفطله، وأنا لا تذكرته هايف بي الطاروق، جبرني على الروحات صوبه وأنا أدله، فهني واحد ما هو بعاشق ولا معشوق، ولا يشحنه فرقه والبعد عن خله. الله، هذه قصة البيت الشهير اللي يقول: حدوني على ركب الغمارة وأنا أبغي فوق بمقدم الصندوق ولا على السلة، للشاعر مجدل بن ربيع آل مسعود القحطاني. الله، حبينا ننوهكم بها نسمعكم إياها، وانقصر شيء فعذرونا ما كامل إلا وجه الله سبحانه، ودعمكم لا تخلوني منه، واستودعتكم الله والله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. في أمان الله.